هو في حاجة اسمها نرجسي خفي ونرجسي مش خفي؟ السؤال ده اتسألته كتير قوي، عشان انا بقالي كذا يوم بتكلم عن النرجسية، وتحديدا انا بتكلم عن النرجسي الخفي. كذا حد فيكم سألني هو في حاجة اسمها نرجسي خفي ونرجسي مش خفي؟ طب اعرفه ازاي؟ بصوا يا جماعة، النرجسي الخفي ده صعب جدا وخبيث فوق ما يتخيله العقل، لكن هو مش شرير بنفس درجة النرجسي الصريح الواضح اللي هو حياته كلها ان هو يأذي اللي قدامه. هو مؤذي ومؤذي جدا، ولكن صعب ان انا اعرف اطلعه من وسط واحد عنده مشكلة عادية، اضطراب عادي. طب هقول لكم شوية من صفات النرجسي الخفي، ولو لقيتوها في حد من اللي انتوا تعرفوه اكتبولي في الكومنتات وقولولي كملي بقية صفات النرجسي الخفي، وقولولي ايه الصفات اللي انتوا لقيتوها في الشخص ده. اول حاجة، النرجسي الخفي دايما بيميل لاستعطاف الاخرين، ودايما بيحاول يوضح للناس انه مش همه نفسه، وانه مهم عنده اللي حواليه. ودايما هتلاقيه بيقولك انا بعمل ده لمصلحتك، انا خايف عليكي، انا كان قصدي مصلحتك لما قلت كذا، انا كان قصدي كذا لما قلتي لما اتكلمت في الموضوع الفلاني. دايما بيحاول يوصلك انه يا عيني بيخاف عليكي وعلى مصلحتك، فتقومي انتي بعد ثورة وغضب وخناقة كبيرة تبتدي تحاسبي نفسك وتعاتبي نفسك وتلوميها. خلوا بالكم يا جماعة، النرجسي الخفي مش غلط، النرجسي الخفي ما بيضربش، النرجسي الخفي احيانا ما بيبقاش بخيل. لو في حد بيعمل معاكوا كده اكتبولي في الكومنتات وقولولي اكمل صفات النرجسي الخفي وازاي تكتشفوه. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي.